التلفزيون الجزائري يفجرها. تحكيم إفريقيا بقعة سوداء، والبطل محدد سلفاً. كشف التلفزيون الجزائري الرسمي في تقرير صادم كواليس خروج منتخب الجزائر من بطولة كأس إفريقيا 2025، موجهاً اتهامات مباشرة لمنظومة التحكيم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتشويه نزاهة البطولة. وأكد التقرير أن ما يحدث في مباريات البطولة يمثل بقعة سوداء في تاريخ كأس إفريقيا، ويزيد من سوء سمعة الكرة الإفريقية على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن ما وصفه بالفضيحة التحكيمية المدوية في مباراة الجزائر والنيجيريا لم يكن مفاجئاً للمتابعين. وأضاف: ليست هذه المرة الأولى التي يرى فيها العالم ركلة جزاء واضحة بينما يتجاهلها الحكم، وكأنه مبرمج لإيقاف منافس محتمل للبطل المقرر سلفاً. وأوضح التقرير أن الحكم ساهم في تقييد لاعبي الجزائر عبر سلسلة من البطاقات الصفراء الاستفزازية وغير المبررة في محاولة لتحجيم المنتخب وإخراجه من المنافسة. كما اتهم التقرير التحكيم بمحاولة مساعدة منتخب المغرب مستضيف البطولة بكل الوسائل الممكنة، مستشهداً بمباراة المغرب وتنزانيا حين رفض الحكم احتساب ركلة جزاء صحيحة إثر عرقلة واضحة للمهاجم التنزاني إيديناو. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ لمح التقرير إلى أحقية منتخب الكاميرون في ركلتي جزاء خلال ربع النهائي لينضم إلى قائمة الضحايا. واختتم التقرير الجزائري رسالته القوية بالقول: لن يتوقف الأمر هنا، فلن ينجو من حكام البطل المقرر سلفاً لا منتخب نيجيريا ولا من سيواجهه في المباراة النهائية. من جانبه أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بياناً مطولاً عقب خروج محاربي الصحراء، دعا فيه الجماهير إلى الالتفاف حول المنتخب في مرحلة إعادة البناء، خاصة مع اقتراب استحقاقات مهمة خلال أقل من 5 أشهر، وفي مقدمتها تصفيات ونهائيات كأس العالم. ورغم الإقرار بنتيجة المباراة، شدد الاتحاد الجزائري على أن القرارات التحكيمية الأخيرة أثارت تساؤلات واسعة، وأثرت على مصداقية التحكيم الإفريقي وصورة الكرة الإفريقية عالمياً،